فريدريك راتزل اتكلم على الدولة من هذا المنطلق، شبه ان الدولة دي كائن حي بيتولد وينمو ويتوفى. ايه ده؟ ثانية واحدة. طب ما عبد الرحمن ابن خلدون تقريبا نفس الافكار، مش هو اتكلم على النشأة؟ طب ما النشأة عند ابن خلدون هي الميلاد عند راتزل. مش اتكلم هناك على ثبات ونضج؟ طب ما الثبات والنضج عند ابن خلدون هي مرحلة النمو عند راتزل. هناك عند ابن خلدون المرحلة الرابعة كان اسمها الاضمحلال، يبقى الاضمحلال مرحلة رابعة عند ابن خلدون، هي الوفاة مرحلة تالتة عند راتزل، يبقى الاتنين أفكارهم قريبة من بعض. طيب كمان عشان نبدأ نشرح هناك بقى، يقول لك ذكر في مؤلفه الكتاب بتاعه اللي هو الجغرافيا السياسية إن الخريطة السياسية تشكلت نتيجة للصراعات اللي دايرة. ثانية واحدة، الخريطة السياسية تشكلت نتيجة للصراعات؟ الله، احنا مش قلنا الكلام ده قبل كده في الحصة اللي فاتت؟ مش احنا قلنا يا اخوانا ان كان في حرب باردة دايرة ما بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية؟ طب والحرب دي مش عبارة عن صراع؟ ايه اللي ترتب عنها؟ ترتب عنها سقوط للكتلة الشرقية، وان الكتلة الغربية بدأت انها تسيطر، عملت سيطرة. الكتلة الشرقية لما سقطت ظهر عنها كام؟ 15 دولة. الله، طب ما كده الخريطة السياسية تشكلت نتيجة للصراعات الدولية اللي بتتم.